اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده فيديو جديد متاكده باذن الله ان هو هيعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش تحطوا لنا اللايك، تكتبوا اكتر من كومنت. اللايك والكومنت هو اللي هيرفع الفيديو وهيوصله لناس كتير. وكمان لو اول مره بتدخلي عندي القناه بتشرفيني، اتمنى ان انت تشتركي وتفعلي زر الجرس، ودايما تختاري الاشعار بالكل علشان لما ينزل الفيديو يوصلك بيه اشعار على طول. وما تنسوش طبعا تصلوا على النبي في الكومنتات. ويلا بينا نسمي الله ونشوف وصفتنا النهارده اللي هتكون وصفه اقتصاديه حلوه جدا، هتنفع في سحور رمضان. فيلا نشوف بقى هنعمل ايه النهارده مع بعض. هنعمل النهارده مع بعض مربى الجزر بنكهه المشمش، حلوه جدا واقتصاديه جدا جدا. انا جبت 2 كيلو من الجزر، غسلتهم وقشرتهم وقطعتهم شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين كده. او بقول لك ان ممكن كمان عندك اختيار تاني انك تبشروه بالمبشره، سواء بقى في الجزء اللي هو الخشن او الناعم، على حسب ما انت حابه. بصراحه انا استسهلت الكبه وقلت ان الكبه هتفرمهم ناعم كمان وهتسهل عليا خطوه المبشره دي. فزي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا بقى افرمهم كده في الكبة. بصراحة ما بتاخدش وقت خالص، ومطلعه لي كمان الجزر ناعم، لان انا حابة المربى بتاعتي في الاخر تكون ناعمة كده، ما تكونش يعني الجزر ما يكونش باين فيها، بحيث لو ولادي بقى مثلا او ولادك او اي حد بقى من اللي بيشوف الفيديو معنا ولاده ما بيحبوش الجزر، لا مش هيعرفوا اصلا ان دي مربى جزر خالص. خصوصا زي ما قلت لكم ان احنا هنعملها بنكهة المشمش، فهتكون جميلة جدا. وصدقوني والله لما هتشوفوا الوصفة هتلاقوها حلوة جدا وجميلة وكمان اقتصادية. كيلو الجزر دلوقتي ب5 جنيه، جبت 2 كيلو جزر ب10 جنيه. طبعا مفيش اوفر ولا ارخص من كده بصراحة. انا كنت حابة اعمل مربى فراولة عشان خاطر السحور، بس لقيت طبعا الفراولة دلوقتي الكيلو منها عامل 40 جنيه، فطبعا مش هتكون اقتصادية، وهتكون غالية، فاهميني؟ فقلت نعمل مربى الجزر، منها اقتصادية ومنها مفيدة جدا، وكمان طعمها هيكون حلو قوي في الاخر ولذيذة. وعارفين بقى بتفكرني بزمان كده، كانت دايما مامتي يعني تعملها، فبصراحة حاجة كده من ريحة زمان، مبقاش حد يعملها كتير دلوقتي. طبعا أي مربى في الدنيا لما بنيجي نعملها بنعمل نص وزن الفاكهة سكر. يعني أنا لو عاملة كيلو من الفاكهة بحط عليه نص كيلو من السكر، وبضاعف بقى الكمية. فأنا مثلا عاملة 2 كيلو من الجزر، المفروض عليهم كيلو من السكر. بس طبعا الجزر يختلف شويه في ايه، ان هو احيانا ممكن يكون مسكر قوي فيحتاج سكر اقل، ممكن يكون ماسخ فيحتاج سكر اكتر. فانتي ما تضيفيش الكميه بتاعتك كلها مره واحده. انا حطيت كيلو الا ربع من السكر على ال2 كيلو جزر، بس الجزر كان معايا مسكر جدا. عايزه اقول لكم انها كمان طلعت مسكره قوي. يعني انا كنت المفروض احط نص كيلو من السكر بس، فانتي حطي في الاول السكر بتاعك كده في التدريج. انا حطيت السكر وقلبته كويس جدا في الجزر، وبعد كده دخلته التلاجة. سيبيه بقى على قد ما تقدري، ممكن مثلا تسيبيه من الصبح بالليل او تعمليها على بيات. الخطوه دي مهمه جدا، بتخلي بقى السكر يدوب كل او ينزل كل الميه اللي موجوده في الجزر. وبعد كده زي ما شفتوا بقى معايا بعد ما خرج من التلاجة كان منزل ميته، حطيته في الحله كده زي ما شفتوه معايا، وبسيبه في الاول على نار عاليه. مجرد ما يغلي كده زي ما انتم شايفين من الجناب، ببدا بقى ان انا اهدي واسيب بقى الجزر بتاعي يستوي براحته جدا جدا. بعد ما يبدا يغلي كده هتلاحظي ان هيطلع ريم على الوش كده، حاجه بسيطه جدا. هبدا بس ان انا المه بالمعلقه، مش كتير على فكره خالص، حاجه بس زي ما انتم شايفين اهو. اديها حقها في التسويه وسويها على نار هاديه علشان تطلع معاكي كويسه كده ومستويه ودايبه كده وحلوه. بس يعني ما تسيبهاش كده بقى مع نفسها، لأ كل شوية، كل مثلًا 10 دقايق كده هتخشي تدّيها تقليبة، علشان طبعًا ما تعملش مثلًا تتحرق من الجناب أو تتحرق من تحت. لأ كل شوية كده نقلّب فيها، إحنا مش ضايفين لها مَيّة ولا ضايفين لها أي حاجة خالص. المَيّة اللي فيها دي كلها هي اللي نزلت من السكر. ما شاء الله جميلة، هيبدأ لونها يغيّر كده شوية. طبعًا قدامِك بقى اختيارين إن أنتِ تعمليها زي ما كانوا أمهاتنا بيعملوها لنا زمان. بتحطي فيها كده حتة من القرفة العيدان أو عود واحد من القرفة العيدان، وكام فص قرنفل كده 3 أو 4 من القرنفل وبس، وتكتفي بيها كده بتبقى مربى جزر عادية بدون ما نعمل لها نكهة أو بدون ما نضيف لها نكهة المشمش. هنكتفي بيها وهي على وضعها ده. عايزة أقول لكم القرفة مع القرنفل بيدوها ريحة حلوة جدًا. أنا حطيت قرفة بس لأن أنا ما كانش عندي قرنفل أصلًا، وكان ممكن أستغنى عنها تمامًا بما إن أنا هاعملها بنكهة المشمش، ولكن أنا حبيت تدّيني كده إيه، نكهة زمان وطعم زمان. أنا عايزة أقول لكم والله مجرد ما عملتها كده وبدأت أشم روايحها، افتكرت لمّا كنا صغيرين وكانت ماما يعني ربنا يديها الصحة والعافية يا رب بتعملها لنا، بجد حلوة أوي، أوي، أوي كمان.
سِبت بقى كده عود القرفة ده يغلي كام غلوة معاها كده، ولمّا نزّل بقى طعمه كلّه في الجزر شِلته بقى خلاص. طَب ينفع أحط قرفة مطحونة أو قرنفل مطحون؟ لأ بلاش، يعني حطّهم حاصة كده أو حَب بيدّوا طعم أقوى وريحة كده حلوة، على عكس لمّا تحطّيهم مفرومين يعني أو مطحونين ناعم. هنا بقى المكون اللي هيدّيني النكهة والطعم والريحة بتاعة المشمش هو باكو من الجيلي المشمش. عايزة أقول لكم بقى مخلّي المربى دي يعني هتنسي تمامًا إن هي مربى جزر، مودّيها كده في سكة تانية خالص بجد. عايزة أقول لكم من أول ما ضِفت الباكو الجيلي والريحة طالعة تحفة، تحفة، تحفة. أنا طبعًا مش باستناها لمّا تتقل أوي وبعد كده أضيف الجيلي، لأ وهي لسه فيها شوية مَيّة كده، رُحت نزلت بقى بباكو الجيلي وسِبته بقى شوية يغلي كام غلوة كده لحد ما يعقد بقى معاها كويس جدًا، ونزلت كمان بعصير نُص ليمونة. طبعًا عصير نُص الليمونة بيعتبر كمادة حافظة وبيخلّي السكر متعادل بقى بتاع المربى، ما يكونش مسكّر أوي، ده أساسي معانا في أي نوع مربى. لو عايزة تحفظيها بقى وتحطّي لها مادة حافظة ممكن تحطّي ربع معلقة كده من الملح الليمون لو متوفّر عندِك، لو مش متوفّر عندِك الليمونة برضه بتعتبر مادة حافظة وكل حاجة. أنا زي ما قُلت لكم كنت عايزاها تكون ناعمة جدًا، ألغي شخصية بقى الجزر ده خالص واحوّلها لمربى مشمش. فبعد ما ضِفت لها باكل جيلي كده خدتها رُحت فرمتها تاني في الكبة، اديتها وش تنعيم كده بس في الكبة ورجعتها على النار بالضبط هم 5 دقايق أو 7 دقايق وطفيت عليها. طبعًا برطماناتي بقى كانت متعقمة، بنعقمها بقى بنغليها زي ما قُلت لكم دايمًا في مَيّة مغلية بمعلقة خل واسيبها تنشف تمامًا، تمامًا، تمامًا وشِلت بقى المربى فيها أو عبيت المربى فيها وهي لسه سخنة. وما شاء الله عملوا معايا ال4 برطمانات دول بسم الله ما شاء الله كمية حلوة من 2 كيلو من الجزر، حلوين جدًا. وكمان الشوية اللي في الطبق دول شُفتوا قوامها بقى عامل إزاي، مش قادرة أقول لكم طعمها وريحتها كلّها غنية بطعم المشمش ما شاء الله. باكل جيلي مخلّي طعمها حلو جدًا. هاشيلها بقى على الرف زي ما هي كده مقفولة كويس جدًا واحفظها على الرف لرمضان. الحمد لله يعني ما بقاش باقي وقت كبير على رمضان، كل الحكاية أسبوعين ما شاء الله مش هيجرى لها أي حاجة. ولمّا آجي آخُد منها طبعًا هاخُد بمعلقة ناشفة عشان أحافظ عليها، حلوة جدًا بسم الله ما شاء الله. شايفينها بقى لمّا بافردها كده في العيش أو في اللقمة ما شاء الله جميلة، لونها حلو أوي، طعمها حلو جدًا، جدًا. وصفة سهلة واقتصادية وهايلة ومن ريحة الزمن الجميل زي ما قُلنا. اعملوها لولادكم في رمضان هتعجبهم جدًا. أنا ولادي بيحبوا أي نوع مربى كده يحطّوه مع الزبادي وقت السحور، فولادِك هيحبوها بسم الله ما شاء الله، جميلة جدًا. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تدعموني باللايك وبالكومنت وشجعوني دايما عشان ننزل كل جديد بإذن الله. ومع السلامة يا حبايب قلبي، يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. مع السلامة.